المشاهدون الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرجل الأفريقي. أحييكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. حلقة هذا اليوم ستكون حول مدينة مسوع. العنوان هو: ماذا تغير في مدينة مسوع في الفترة ما بين عام 1964 حتى عام 2001. أذكر هذا التاريخ تحديدا لأنني غادرت إريتريا أو مدينة مسوع عبر الباخرة الإيطالية جوزيبينو إلى المملكة العربية السعودية في موسم الحج في عام 1964. بعدها عدت إلى وطني في عام 2001 بعد الاستقلال تقريبا ب9 سنوات. بحكم أنني ولدت في هذه المدينة ودرست فيها وترعرعت فيها، آه، كان بعد عودتي مباشرة كان في تلك الفترة عام 2011 كانت لا زالت القوات السعودية الغازية كانت تتواجد على جزء من الأراضي الإريترية مثلا في مدينة زلمبسا في أطراف شامبوكو. إلى ذلك كانت توقعت 25 كيلومتر إلى الأراضي الإريترية. فسافرت في ذلك الوقت إلى إريتريا، وكان طبعا بعد أن أجريت جولة في قصدات وزرت أيضا عدة مدن المواقع كان يتواجد فيها طبعا الجيش الإريتري، زرتها. وبعد انتهاء زياراتي آه، سافرت إلى مسوى. شرحت في بعض المقالات الإجراءات المتبعة هناك تلك الفترة، بحجة أن البلد كانت في ظروف استثنائية أو في حالة حرب يتطلب من المواطن الإلكتروني. وهذا من علينا استغرب تقريبا إلى استخراج تسريح لزيارة مسقط رأسك في مدينة مسوى، لكن كان لابد أن نتبع الإجراءات ولا يمكن أن تناقش حول هذه القضية. وسافرت إلى هنا. طبعا في مخيلتي كانت هناك الصورة القديمة لمدينة مسوى والمباني القديمة التاريخية، وأيضا القرى المحيطة اللي هي ضواحي مدينة مسوى حتى تمتد إلى حديدة وإنبيرة وفتنة كل هذا طبعا يعني تنقلت عليه وأنا يعني في سن الشباب. لكن ما شاهدته بعد عودتي يقول البعض بأنه يعزل أن إثيوبيا قبل انسحابها من يعني بعد تحرير مدينة مسوع هي التي قامت بتدمير مدينة مسوع، وقد يكون هذا طبعا يعني صحيح. لكن هنالك يعني الطيران الإثيوبي في حالة في منطقة في تلك الفترة التي تم فيها تحرير مدينة مسوع لم تقصف القرى. القرى كانت عامرة. سكان يعني بعد تحرير مدينة مسوع أيضا عادوا سكانها إلى مناطقهم. طبعا مناطق تحيط مدينة مسوع. مسوع هي جزيرة صغيرة جدا، ولكن ولكن انتشار السكان مدينة مسوع هو يتواجد في فرقيجو وفي زولا وفي أفتا. ذلك كل هذا مسوع فرقيجو في كل هذا طبعا مدينة عذاقة. كل هذه المدن كانت عامرة جدا يعني. فلذلك أنا فوجئت عندما وجدت الدمار. وبعد مرور تقريبا حوالي 10 سنوات من الاستقلال بدأت أتساءل ما الذي حدث. يعني كان من المتوقع طبعا يعني يتم ترميم يعني في كل الحروب اللي تحصل. طبعا يعني أول شيء تقوم به يعني المواطنين يقوموا بما حدث في الحرب العالمية الثانية يعني في ألمانيا اللي نراها الآن دولة يعني متطورة قديمة. معظم الأعمال يعني في بداية بعد انتهاء الحرب مباشرة كان المواطنين هم اللي قاموا بتنظيف الشوارع في إعادة البناء. إذا كل شخص مثلا عاد إلى منزله يرمي من جديد. فهنا
المفاجأة الأولى طبعا أن بعض الناس استغربوا لماذا تصير هذه القضايا في هذه اللحظة بالذات في أفريقيا لا زالت. يعني نحن بعد 34 عاما في يعني لا زلنا في حالة استعداد لحرب قادمة. لكن هذه الذكريات لا يمكن محوها يعني من الذاكرة، كما أنه طبعا علمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة، أي قوة يعني كانت خارجية أو داخلية، أن تقوم بإحياء أو بطرد الشعب من أرضه من أراضيه، وهذا ما حدث بعد الاستقلال في أوروبا. الإشكالية الكبرى يعني عندما عدت إلى مدينة مسوع بدأت أسأل أين هذا الشعب؟ أين ذهب؟ فوجدت في وسط المدينة مقابل مسجد حنفي، هو يعني كان السنتر، المقر الرئيسي طبعا تتواجد فيه يعني المقاهي والمطاعم في تلك الفترة. ووجدت مقهى صغير منزوي في تلك المنطقة، يجلسون أبناء مسوع حوالي 5 أو 6 أفراد منهم. يعني أعرفهم بالأسماء طبعا، بعدهم يعني أنا كنت في ذلك الوقت يعني طالب، كنت آتي إلى تلك المناطق وننزل، هم يعني يعتبروا أعمامنا من حيث العمر يعني. فجلست إليهم، فطبعا يعرفوا أسرتي وأنا أعرف طبعا بعضهم أغرباء طبعا. فعندما جلسنا يعني وجدت يعني حديثهم فيه نوع من الأنات. بعدهم كان عاتبنا، قال أنتم تركتونا وذهبتم، الآن نحن نعيش كغرباء في بلدنا. طبعا استغربت من هذا الكلام. فكانت الأنات وحكوا طبعا المعاناة التي يعيشونها، هم إن قلة قليلة طبعا أسبق في بلدهم أو في منطقتهم قلة قليلة، يعني هنالك مطاردات يعني الآن بسبب يعني الظروف والتضييق اللي حصل في هذه المدينة. بعدنا يتهم بأننا نقوم بتمويل الأوقاف، وهذا ممنوع طبعا. الحكومة لها أسلوبها في هذا الموضوع، لا تسمح لأي جهة أن تجمع تبرعات. وبعده أيضا يعني يتهمونهم بأنهم يعني يتعاملون بالخفاء مع المعارضين في الخارج من أبنائهم يعني. طبعا التهم هذه كانت مكررة في عهد هيئة السلاسي، يعني كانوا يتابعون الأسر وأحيانا يداهنون منازلهم ويطلبون منهم إعادة أبنائهم من الثورة. هذا يعني هذا أسلوب قديم يعني اتبعه نظام هيئة السلاسي وبعده ينقشه الرياض. فالقريبة يعني أنا لم أكن أتوقع كل ذلك. كان همي أن أزور مدينتي، وحاولت أن أذهب إلى مسقط رأس اللي هو طبعا تبعد 3 كيلومتر من مدينة مسوع، هي مدينة قطملو. فكنت أستعين طبعا بالأصدقاء. عندما طلبت مرافقي من أسمرة كان طالب شاب يعني الخدمة العسكرية، أنا طبعا جيت ضيف، فرافقني بالسيارة هناك. طلبت منه أن أذهب إلى قطملو، قال لم يسمع بهذا الاسم. هو مولود في إريتريا طبعا من أبناء أسمرة. وقال يعني بعدين يعني أحد الأخوة قال هذه الأسماء يا أستاذ حمدان تغيرت، هذا الآن يسمونهم كتب له سقعتان، لأنه هنالك أسبوعيا يكون فيه سوق المواشي، فهم سموها الآن غيروا التسمية إلى سقعتان. يعني هي في الفاصل بين الحتوم الشمالية والحتوم الجنوبية. هنالك طريقة للسيارات القطار يفصل بينهم. هنالك تقام أيضا بين الدفتين الحتوم الشمالية والغربية مرة في الأسبوع، يعني يبيعون المواشي، يأتون سكان من الأرياف ويبيعوا مواشيهم، فلذلك بهذا التسمية سميت سقعتان. فقلت أزور، طبعا قبلها أمر على منزل يعني أهلي وإخواني، وجود يعني كان يعني بنوا مباني يعني
يعني بنيت بعد الاستغلال في منطقة مثل كنا نسميها منطقة أماتر، كانت تسكنها أسرة أهل الشيخ أو العلامة، معروفة طبعا لها سكانها، يعني معروفين من الإريتريين الأصليين هنالك. ف... فأيضا يعني وجدت اليافطة مكتوب عليها، أنا كنت أسأل عن أماتري وجدتها حديث عهد. وقبلها كانوا عندما كان قبل الاستغلال عندما كانوا يسكنون المواطنين من إثيوبيا أو من تجراي، كانوا بيسموها بنوا بيوت عشوائية من التنك ومن القذف والحاجات، فسموها إمباتنيكا. أنا أعجبت سألت طبعا ما هذا الذي يحدث؟ من الذي يعني يصدر هذه القرارات ويغير أسماء المدن والقرى في إريتريا؟ أنا سمعت طبعا سابقا، كنت أقرأ وأنا في الخارج طبعا هنالك حصل استيطان وحصل يعني في المنخفضات هنالك، سكنوا طبعا الناس اللي كانوا يعيشوا في مرتفعات، نزلوا من الجبال وسكنوا هنالك وصاروا يملكون الجرادين والزراع، هم تستولى عليها وكل ذلك، حتى إلى تسني. وأنا طبعا عندما زرت لمست هذا الشيء، كل العناوين مكتوبة، حتى يعني كان المقهى الصغير طبعا قهوة ومطاعم صغيرة جدا شعبية في تسني مكتوب عليها باللغة التجريبية. فكل ذلك أنا كنت ألاحظ وأسجل في مخيلتي ماذا الذي يحدث من تغييرات، لكن لم أتوقع بأن المسوع ستتم بهذا. عندما أتيت وجدت يعني المنزل الذي ولدت فيه، وأنا عملت برنامج حول هذا الموضوع في مدينة فتمنة، طبعا مهدر. هذا شيء طبيعي طبعا، بيت مهجور منذ 50 أو 40 سنة، يعني الأسرة في 75 يعني فراق القرى. نظام هيئة السلاسة عندما بدأ يعني قبل مجيء منغستو أحرق كل المدن يعني وضايق الشعب، فلذلك تركوا البلد يعني كانت الاغتيالات وإحراق قرية ترقيقو والبيرة وكل ذلك، فلذلك هم اضطروا للهجرة، تركوا منازلهم في تلك الوقت. فلذلك بطبيعة الحال لأن المباني كانت كلها من الطين، فلذلك أنت يعني لم تكن هنالك صيانة. فأنا تفهمت بأن بعد صرف البيت من السينك والحاجات سرق طبعا. التدبير عندما هاجروا أو تركوا إريتريا أخذوا معهم كل شيء في التراكات. فأول ما طرأ في ذهني، وأنا هذا الذي الآن الذي طبعا يعني الإنسان لما يتحدث حول هذه القضايا لأنها هي حساسة جدا، عندما تسأل عن الأسباب، النظام طبعا يدع في أبناء المنطقة في الواجهة، يعينهم مثلا واحد يكون مسؤول عن الأراضي. عندما تذهب هو قد يكون قريبا أو يعني من منطقتك، تعرف إن لم تعرفه تعرف أسرته، وقد تكون هذه الأسرة يعني متداخلة مع أسرتك، يعني نسب يعني تزوجين من بعد من بعد. فلذلك الواحد عندما يذهب إليه وتراه هو يعني هو يتحدث معك بالناس يعني في المنطقة ويعرف غريبك، يقول والله يعني أنا سألت سؤال، ذهبت إلى إحدى المنازل، لا أريد أن أذكر الأسماء لأن الأسر لا زالت بعدها عائشة في إريتريا. قلت له يعني الآن أنا أتيت من ألمانيا وفي همي الأكبر، قلت له أنا أعيش في الخارج، كنت أحلم عن هذا البيت، مع أنه هو بيت طبعا في منطقة نائية لا يوجد فيها الكهرباء والمياه، لكن مع ذلك الواحد يبدأ بداية. فسمعت أن الحكومة الآن توزع أراضي ما يطلق عليه بالطيسة، طبعا كل مواطن من حقه أن يأخذ 500 متر، لكن ليس في المكان الذي ولد فيها، إنما الحكومة هي اللي تحدد أين تسكن. فنحن أسرتنا تحدد لها طبعا في نقول أو المطار القديم يقع بين أماتر ونقول في تلك المنطقة، فمناطق يعني نائية جدا. فقال هنالك تستطيع أن تبني بيوت. فأنا قلت له لماذا؟ أنا أريد أن أبني، أن أرمم بيتي، هذا دار أجدادي سكنوا فيها وآبائي وكل ذلك، هذا بيت أسرتي. فنحن عايشين الآن في ألمانيا ونملك بيوت وأملاك في ألمانيا وكل ذلك، لا يغلبنا على أساس نحن أخوة
عددنا كبير جدا، فلذلك ممكن يعني نساهم فيما بيننا لترميم بيتنا. بعد ذلك من يسكن في هذا البيت نحن نحدد. هناك أسر أيضا لا تملك المنازل، وهي من منطقتنا وإخواننا وأهلنا موجودين، ممكن يسكنوا فيها إلى أن نعود نحن إلى وطن. فقال لي بالحرف الواحد: منطقتكم أو قطم الشمالية اللي هي يعني كانوا يسموها معدة حباب، يعني خليط من السكان يعني، حتى من نقفة، من كل من سعد يأتون يعني سكنوا هنالك في تلك، أصبحوا يعني مواطنين أصليين في تلك المنطقة، هم الذين عمروا هذه المنطقة. فقال الحكومة قررت أن هذه المنطقة ستكون منطقة صناعية، يعني هنالك برنامج لتوسيع ميناء مسوع وبناء السوق الحرة، والسوق الحرة سيمتد إلى حتم يعني كل المساحة هذه الحكومة حاجاها. قلت له حاجاها لمدة 10 سنوات. طب أنا قاعد أتحدث الآن عام 2001 ونحن الآن في عام 2025. السوق الحر لم تقام، الميناء لم يعمل منذ ذلك التاريخ محطة. فلذلك هنالك برنامج آخر لا يفهمه قريبنا هذا الذي كان يتحدث معي ويقول إنه أنا موظف. ولذلك أنصحك إنه أنت الآن لا تفتح يعني مجال يعني يعرضك للمشاكل. فأنا أنصحك إنه لا تطرح هذه القضية. البيت هذا أعتبره خلاص يعني ملك للدولة. طبعا يعني لا تستطيع وأنت في داخل البلد أن تتحدث أو تتحدث مع أقرب الناس إليك، لأنه قال يعني كثيرين من الأصدقاء اللي أعرفهم قالوا برضه نحن يعني أبناء المنطقة ولدنا فيها ومسؤولين الآن في الدولة، لا نستطيع يعني نعتمد بما بقرارات الحكومة، وأخذنا أراضي أيضا بعيدة من الأراضي اللي نحن ولدنا فيها. يعني هذا القبول بسياسة الأمر الواقع. ليس هذا الذي أحزنني طبعا، إنما أجريت جولة أرى أعمارنا الذين يعني هم أبناء البلد الأصليين والذين عاشوا آبائهم وأجدادهم بعدهم نزح من الجزر المحيطة بمدينة مسوع، جزيرة دهلة، جزيرة دحل، كل الجزر هذا. يعني مقابل مسوع تشوف جزيرة الشيخ سعيد، كنا نزورها دائما مرة في السنة لإقامة الزيارة السنوية. كل ذلك الآن يعني المعالم هذه تغيرت. اللغة التي يعني في مسوع طبعا خليط سكاني من التجرعي والعفر والساهو، وأيضا كان هنالك إخواننا قادمين من المرتفعات. اللغة التبرينية كانت متداولة أيضا في مدينة مسوع، وطلبة كثيرين للدراسة يعني أتوا أيضا إلى مدينة مسوع من أبردات من كرم. فلذلك كان خليط البنين. كل هذه القبائل كانت تعيش آه، في مدينة مسوع. لذلك هي مدينة آه، نموذج تعطي الصورة عن الترتيبة السكانية لإريتريا. إذا لماذا حدث كل ذلك؟ ما رأيت الأعمام يتحدثون باللغة التبرينية بطلاقة، وسألتهم يعني قال مع من نتحدث قال لغة التبرينية، أنتم ذهبتوا فتركتونا. هذه طبعا كان الدفاع. أحدهم طبعا قال أنا الآن لا أخفى عليكم يعني هي ينتهي مهنة الصياغة يعني. فقال يعني بكل يوم يعني أخذوا بيتنا، قال هدموا بيتنا اللي كانت على شاطئ البحر، تركونا يعني بلا مأوى في هذا البلد، ويتهموننا كل يوم بأننا فعلنا وفعلنا، ولذلك تركنا ذلك وذهبنا إلى أسمر. هذا هو بيت القصيد، إخلاء المدينة من سكانها. بعدهم ذهبوا إلى أسمر، بعدهم ذهبوا إلى كرم، بعدهم هاجروا إلى السودان وإلى السعودية وما إلى ذلك. يعني هذه السياسة كانت يعني القتل يعني بمطلق كما يقول. ففي تلك الفترة كانت هناك يعني مبادرة لدعم أسر أبنائهم الذين ذهبوا للدفاع عن إريتريا، أو يعني أبناء المواطنين من المنطقة، من أقصد طبعا سكان مدينة مساوة أو سمهر بصفة عامة. كانت هناك تجمع تبرعات من المملكة السعودية لمساعدة
الدولة في مواجهة الأعباء الجديدة، وبالذات كان أهتم بأسر الشهداء وأسر أبنائهم الذين ذهبوا في الدفاع عن السيادة الوطنية كما كان مثل غيره. فكانت صادف أثناء وجودي في عام 2001 مناسبة أن جمعوا الأسر هذه، قالوا هنالك فائد من التبرعات. الدولة سمحت في ليبيا اللي كانت تجمع التبرعات بتوزيعها على الأسر. فأنا يعني كنت حزين فعلا في مدينة مسوع عندما شاهدت يعني عدد قليل لا يتجاوز 10 ولا 20 شخص من أبناء المنطقة. وثاني طبعا هنالك كانت القوات البحرية، ويأتي يعني في تلك الفترة في عام 2001 إلى حد ما كانت مطاعم، ويأتون يعني من القوات البحرية، وكان في مزهر حركة إلى حد ما، ومطاعم بتاع الفول الصباح الفطور والحاجات كان موجود حتى 2001. فقال لي أحد الأخوة، قال يعني هذه مناسبة جيدة جدا وأنت أتيت من الخارج وتدير صحيفة شوت إريتريا الآن، بإمكانك الاطلاع لأنه سيأتي عدد كبير من السكان المنطقة، وبإمكانك أيضا أن تتحدث مع السكان وعن أوضاعهم الحالية. فأنا فوجئت عندما أتينا إلى منطقة أماكن، كان الاجتماع في منطقة هم يسمونها قد الشعبي. على بعد النظر نظرت إلى الأمهات والآباء شائخ أحيان المنطقة، يعني عدد لا يقل من الناحية العددية حوالي 2000 شخص، يعني تجمعوا كلهم من القرى المحيطة بالمدينة سوا للحصول على هذه المساعدات. يعني كل أسرة ربما يعطوه 500 نقطة أو حوالي 700 نقطة، لا أدري المبلغ يعني كان يوزع. سألت طبعا إخواني، وهذا طبعا أثارت حساسية، أنا كتبت حول هذا الموضوع في سكيورتي. بالأمس كانوا يقولوا إنه نحن طبعا نحن تركناهم. يعني كم عددنا الذي تركوا إريتريا من أبناء سواء 100 نفر 200 نفر إلى 1000 نفر، وهنا أمامك يلبسون طبعا يعني مظاهرهم كلها لبسهم مسلمين يعني، بس من مناطق مختلفة طبعا. فسألت أحدهم قلت له بالأمس كانوا يتباكوا يقولوا إريتريا خلت عن سكانها، وهؤلاء ماذا؟ هو أراد يعني رد بغضب، قال أنا بقصد سكان مسوع الأسدين. فحس حين الحساسية بتأتي من هنا. يعني أولاد مسوع يعتقدوا مسوع هي ملك لهم، وأبناء كرم يعتقدوا أن هي ملك لهم. يعني هذا الانفتاح، يعني بالعكس أن العقلية في المرتفعات أي واحد يعني يتنقل بين الأقاليم الثلاثة حماسين الكلبوزة لا يسألوها أين من أنت من حماسين، يعيشون مع بعض ويتعايشون، لأنه الجامع اشترك بينهم هو الدين المسيحي. هنا المسلمين طبعا يصلون ويصومون ويؤدون ويتواتوا من كل جانب في هذه القضية، لكن في أنانية، عدم قبول الآخر. هذا من سمهر، وهذا من سفين، وهذا من أشبركة، وهذا بني حمراوي، وهذا مش عارف كل هذه القضايا طبعا يعني. فأنا يعني في نفور تكلمت يعني. أنت قلت تحدث الآن مشبع عن الناس، أقول مثلا القضية ما شاهدت أنا هنالك 90% من أنا أسميهم ضيوف غرباء. القوات البحرية أساسا يعني كلها يعني ناطقين باللغة التقريبية، هم 70 أو 80% هم موجودين فيه، وأقليات طبعا من الحفريين والتجرين من موجودين في القوات البحرية، لكن يعني كما يقول حبة في التربة. فقلت له أنت كان من المفترض يعني تفرح بوجود هؤلاء الناس في هذه المنطقة بالذات، المنطقة الحساسة التاريخية التي النظام يريد إنهاء وإفراغها عن سكانه. فأنا اقترحت قلت له أنا همي في ترميم بيتي، أو همنا نحن كأخوة، كان على أساس نسكن أسرة من هذه الأسر، لأن ما عندهم. أنا شفت مشيت إلى ماتري إلى حطملو إلى كلها يعيشون في بيوت عشوائية، لا زالوا يعيشون يعني في الخيم، لأن هذا النظام لا يمكنهم لا للعمل لا للعيش. يعني هو يضيق عليهم الفناء بحيث يترك هذا المنطقة يذهب أينما يريد، أو بالأحرى هو يريد أن يذهب إلى السودان.
حتى تخلى الأرض وهو يتصرف كما يريد في هذا. حصلت طبعا مشادات بيني وبين الأخوة. قلت لهم هذا يعني هذا يا أخي نحن الآن همنا يعني كيف نعالج هذه المشكلة. نحن لم نفرق فيهم في مسألة، يعني إذا وجدنا شيء نتواصل ما عندنا، هم يكرمونا بما عندهم ونحن نكرمهم بما عندهم. هذا طبعا الخلاصة. في اليوم الثاني بعد هذه المشادات يعني قالوا هنالك أيضا في الخارج الناس تتحدث بأن الدولة همشت اللغة العربية لا توجد يعني لغة عربية. فالآن أنت كصحفي هم يريدوا أن يسوقوا، هو موجود بالنسبة لسياسة النظام. فقالوا أذهب الآن هنا مدرسة يعني اللغة العربية، تدريس اللغة العربية. فرافقتهم طبعا حتى أرى بعين ماذا يحدث فعلا. وجدت هنالك أولا المدرس يعني فصل في اللغة العربية هو من الناطقين باللغة التجريبية. لا أدري هو درس اللغة العربية يعني، لكن يعني لغته العربية ركيكة جدا. فكان يعني الحصة اللي أنا شاهدتها اليوم حتى يفهم الناس عندما نقول تجربة اللغة البلد والثقافة، يعني تابع هذا. يعني طبعا الآن الناس تستغرب في هذه الجزئيات. فدخلنا الفصل عشان نرى وهو يشرح للطلبة، يعني كان الفصل الأول أو الفصل الثاني تقريبا، ويبدأ بحديث يقول يا أخواننا اللغة العربية واللغة التجرانية هي شبيهة لبعضها البعض، وهي كلها يعني لغة الجئس. أصولها تاريخيا تعود يعني هي جزء لا يتجزأ من بعض، قريبة من بعض. فمثلا يشرح للطلبة، فمثلا يعني ها بالتجريني ها، باء هو قاعد يشرح الآن، ب بالتجريني، باء بالعربي نقطة بتحديد، تاء ت بالتجريني تاء ثلاث نقطة أنا دحين يعني اللي معايا يعني ما استطعت أن أركز. قلت له هذا قاعد يدرس لغة تجريبية ولا اللغة العربية؟ ما زي الطفل أنت لما تقول له باء هو نقطة بتحتيه بعدين تاء ثلاث نقطة بالعلي، أنت قاعد هو حيفهم المعنى باللغة التجريبية وليس باللغة العربية. ليس هكذا تدرس لغة الضاد. لكن هو يريد أن يعني هذا الطفل أن يفهم أنه يعني عندما يترجم بالتجريبية هي لغة الأم في هذا البلد. هذه اللغة دخيلة جدا يتعلمها إذا كتب. كتبنا حول هذا الموضوع أيضا. الناس الآن اللي تتحدث أنا وقتها لم أكن عضو أو موظف في الجزائر. شرحت في مقالات عديدة جدا بدعوة من الشهيد علي سيد عبد الله. قال طبعا الآن نحن في حوزة أنك أنت كنت تعمل أو تعمل لا زلت تعمل في مجال الإغاثة، وشاهدناك كثيرا في جولاتك في العالم أيضا مع هيئة الإغاثة الإسلامية السعودية، عملك في البوسنة بكل القوافل التي. فالآن نحن طبعا يعني بحاجة إلى مثل هذه المساعدات، لأن هناك إثيوبيا طردت أكثر من 70 80 ألف إريتري. مع كل التحفز ومع كل ما كنت أقوم به من معارضتي بسياسة اللجان ولمعارضتي لمجموعة الآلة عندك منذ سبعينيات القرن الماضي، قلت هذا طبعا الآن يعني عمل إنساني. لم أذهب للسلطة ولا لم أكن أتوقع بأنني سأدخل في هذا النظام، إنما قالوا لتسهيل مهمتك الآن يعني نستحسن أنه مثلا تحمل صفة رسمية جدا حتى تتحرك بسهولة. هذا طبعا يعني كان المبلغ اللي نحن وقعنا فيه، وكنا يعني بحسن النية وحسن النية، لكن مسحوبة بأن هناك بلدنا مش يعني تم غزوها من قبل قوى خارجية. إذا الآن ليكون لحديثنا هذا معنى، هناك استراتيجية لتغيير معالم مدينة مصور. إن الآن أنا بالأمس القريب يعزلنا يعني هذا طبعا في عام 2025 الآن
أنا أستمع إلى عديد من البرامج خاصة باللغة التبريدية. بالأمس الغريب كنت يعني أستغرب أن تعيش يعني في هذا البلد عقليات بهذه المواصفات. كان يتحدث أحد الأخوة يعني يقول أنه بعد مرور 300 عام من المسيحية في العالم، انتشار المسيحية في العالم، وصلت إريتريا نحن أقدم يعني سكان هذه المدينة نحن كالمسيحيين، عندنا الكنائس بنيناها قبل 2000 عام. بعدها أتى الإسلام، ونعتبر الذين أتوا مع الإسلام هم يعني ضيوفنا، يعني غرباء. هكذا يعني هذه السياسة طبعا الآن هي سياسة يعني لا أعرف من الذي يخطط ومن الذي يرسم مثل هذه القيادة. فهو من المسيحية يعني دخول المسيحية يعني بأن هم أهل البلد، من اعتنقوا في المسيحية وبنوا الكنائس والتابوت وإلى ذلك. كان يتحدث عن كثير. بعدها ب 600 عام تقريبا، في عام 1900 في القرن التاسع عشر تقريبا يعني دخل الإسلام، يعني قبل 1400 عام عفوا إلى إريتريا، يعني تأخر 300 عام. فلذلك هؤلاء الذين أتوا مع الإسلام هم يعني الصحابة الآن عددهم كان قليل جدا. يفتكروا أن الصحابة يعني كل شعب إريتريا أو المسلمين أتوا مع الصحابة من الخارج. يعني دعنا عقليات خاوية جدا، عقليات متعصبة، يكفي على أساس أن الآن هم في هذا البلد أقلية. وكثير من الناس يعني وللأسف الناطقين باللغة العربية والمسلمين تحديدا يتهجمون على عندما نكتب ونقول أن عدد المسلمين يعني فوق ال 65 أو 70، بعدهم يقول 75%. لكن طبعا أنا يعني قرأت يعني أن هنالك عدد المسلمين هو 65، لكن هنالك من يجادل في هذا الموضوع يقول ليست في القضية 75 و 65، لكن هنالك كتب تاريخية ما كتبتها أنا ولا كتبها الإريتريين، كتبوها طبعا الناس الذين استعمروا إريتريا، الإيطاليين، البريطانيين، قبلهم أيضا العثمانيين. كل هؤلاء الناس طبعا يعني سلسلوا تاريخ يعني حضارة أدونيس قبل 3000 سنة قبل البلاد. تاريخ يعني هذه المنطقة مدينة مسوع طبعا الآن عندما نتحدث كثير من الناس يستهجنوا بهذا الحديث. هي كانت عاصمة إريتريا قبل أن تنتقل هذه العاصمة. الإيطاليين نقلوها لأسف لأنه جوها كان سخن، فلذلك هم وجدوا يعني الطقس هناك أحسن وبنوا مدينة وسموها يعني مدينة أسمرة، سكوندا روما، بعد روما يعني هي روما الصغرى سموها. لا لم يبنوها للإريتريين، بنوها لنفسهم يعني ليستريحوا يعني في الجبال. وعملوا الترفريكا وهذا، وصلوا خطوط القطارات والطرقات هذه نحت الجبال. طبعا الإريتريين لم يفعلوا شيئا، ورثوا من الاستعمار ولم يستطيع أن يحافظ ما بناه الاستعمار. لذلك الآن أنا عندما أعود وأتحدث عن مدينة مصر ليست هي الوحيدة يعني أصيبت باعتراض بالتهجير لتغيير معالمها. طبعا أنا أرى حتى حدود 13 حتى حدود أورورا هناك كلها يعني تقرنت المنطقة، يعني كل القبائل الآن حتى الكنامة والحاجات يتحدثون اللغة التبريدية. أبنائنا الذين يعني دخلوا الصاوة يعودون يتحدثون التبريدية، ينسوا لغة أمهم. كثيرين من الذين تعاملوا معنا في القرن الأخير يعني ولدوا في نقفة، لكن أسرهم يعني كانوا طبعا بعضهم كان أتوا إلى نقفة والده يكون طبعا في البوليس أو في خدمة الحكومة الإثيوبية، وبقى هنالك واستشهد أو مات في القصف الأسود هناك، وترك أبنائه طبعا يعني غصر 8 أعمام. والجبهة الشعبية أدخلتهم في مدارس الزيرو اللي هي طبعا كان عندهم في طبعا الصحي المدارس، وكبروا هنالك. الآن يقول أنا أنتمي أصولي طبعا من قبيلة السهو، لكن نسيت لغة آبائي وأجدادي لأن تربينا قال في اللغة التبريدية. لا أستطيع بالتبري ولا أتحدث فيه، لكن أسأل يعني هذا يعني تقرن الشباب، يعني هذا مصنع التقرن
اللي هو المدارس اللي بنتها الجبهة الشعبية والجيش والحاجات هذه كلها اللي بتقرب. الأمس الغريب أيضا عندما تحدثنا وقلنا يعني تلاحظ طبعا كإنسان عاش في إريتريا ويعرف طبعا يعني أنا عشت في عهد هيلي سلاسي لم أواجه كل هذه الصعوبات. لا يعني ذلك بأنني يعني استحسن نظام هيلي سلاسي، إنما طبعا الآن كان يتنقل. أنا عندما كنت أتنقل أدرس في مدرسة اسطنبول من المدرسة أركب الباص، يعني باصات حربوك كانوا بيسموها التورينا بيسموها. نذهب إلى أسمر، لم يسألني أحد أن يستغرق تسفير. كانت فعلا يعني كان هناك إرهاصات بتاع الجبهة والثوار كانوا يعملون بشدة في أسمرة. وكانت المظاهرات أيضا في 63 عندما تم تأسيس الاتحاد الأفريقي، يعني طلبة في مدرسة اسطنبول تظاهروا لأنه رفعوا صورة عبد الناصر ويقول يعني عبد الناصر مع السرية ما إلى ذلك، لأنهم طبعا يعني لأن مصر استقبلت زعماء إريتريا الذين يعني تركوا إريتريا نتيجة الضغط والإرهاب اللي حصل ضد الإنجليز في المدائن والآخرين. لذلك طبعا الآباء بدأوا طبعا يعني يتضايقون من كون أبنائهم يتظاهرون وغدا سيدخلون في السجن. فكان اختيار الوالد رحمة الله عليه قال هذا يعني حتى لا يدخل في مشاكل يسبب لنا مشاكل، علينا يعني إرساله للخارج. كان خالي يتواجد في المملكة العربية السعودية بحجة أنه هو يعني يمشي مرافقا لابائنا في الحج، ثم يتخلف هناك للبحث عن الدراسة، يمشي مصر أو يمشي إلى أي بلد عربي. هذا كان الهدف. لكننا بعد 6 أشهر يعني التحقنا بالثورة التي لم يعني يسعفنا الحزم من واصل التعليم، لأنه كان طبعا هنالك الوعي من البداية من الدراسة حتى مثلا في مدرسة اسطنبول كان هنالك الموضوع كان واضح أن هنالك ثورة تطالب بالاستقلال عن إريتريا، ونحن كنا نعرف أن نحن لسنا إثيوبيين. إذا القريبة الآن ليست، أنا لست أقصد يعني مدينة مسوى. مدينة مسوى هي ليست ملك لأبناء مسوى، هي بوابة لكل إريتريا. منها يعني الصحابة، منها بنوا مسجد الصحابة، ومنها انتشر الإسلام ليس فقط في إريتريا بل في كل أفريقيا عبر من هذه المنطقة. يعني هم لم يذهبوا إلى السودان ولم يذهبوا إلى إثيوبيا ولم يذهبوا إلى كينيا، إنما أتوا إلى إريتريا لأن هي كان محاذية قريبة لهم، يعني تشاطئ هذا المنظر، في ذلك أتوا إلى إريتريا. إذا محو يعني محاربة آه، مدينة مسوع وتهجير سكانها، أو يعني وضع العراقيل أمام عودتهم لبناء وترميم بيوتهم. هو يقول لأنه لا يريد إخفاء السكان كسكان، إنما يريد إخفاء معالم الإسلام في إريتريا. وهذا هو التحدي الأكبر الذي بعدنا يعني لا أقول يجهله، إنما طبعا يعني يتردد في قول هذه الحقيقة، لأن طبعا أفورقي عندما يقول أبيلا باسي أين مسوى اللي أنت تقول عنها بحر، لا توجد حاجة اسمها مسوى، بمعنى أنه هو أوتوماتيكيا في قرارة نفسه في داخله يقول لا يوجد شيء اسمه إسلام في إريتريا. لأنه يعني مسح مدينة مسوى وتغيير معالمها هو يعني تغيير معالم الإسلام والمسلمين في إريتريا، وليس مدينة مسوى كمدينة مسوى. لا، هذا ليس تعسبا لمدينة أو لانتماء لهذه المدينة، إنما طبعا هو يعني هنالك يعني برنامج معد جدا لإنهاء هذه الثقافة. والثقافة هذه طبعا كثير من الناس الحوار البيزنطي الدائر بين الإريتريين عندما تتحدث عن اللغة العربية يربطوها طبعا بالإسلام. 90% من المسلمين هم ليس عرب. هناك في الهند في مسلمين، في الصين في مسلمين، في آسيا موجودين مسلمين، في أفريقيا في مسلمين. هؤلاء ليس عرب، إنما يتعلمون اللغة العربية لأنهم مسلمون. هو الحال أيضا في إريتريا يتعلمون اللغة العربية لأنهم يقرؤون القرآن باللغة العربية وهم مسلمون. إذا من يحاول بكل يعني هذه
الفلسفة الموجودة على أساس هذا ليس لغتنا، وماذا تتحدث أنت في بيتك. يعني يدخلون في خصوصيات الناس، لأنه لتعطيل اللغة العربية ونجح في ذلك. الآن أنا الذي أجتهد وأتحدث باللغة العربية هي غير سليمة، لأنني لم أدرس في المدارس العربية، وقلت أكثر من مرة أنا درست في مدرسة إيطالية، مدرسة السوربون الإنجليزية، والآن درست اللغة الألمانية. كل اللغات هذه أجيدها أكثر مما أجيد اللغة العربية، لكن ديني أمرني لتعلم هذه اللغة. تعلمت في المدارس القرآنية، هذا الذي يحاربها الآن نظام أفورقي وإغلاقها، لأن هذه مدارس القرآن هي التي خرجت أمثالي. تعلقنا بهذه لغة القرآن من ونحن أطفال. لذلك محو يعني مدينة مسوع وتركها لتكون مدينة يعني مهجورة كمدينة الإشباح والمخطط، يعني لا تفرق معه. وأنا ذكرت قبل أن أختم هذا المقال في أكثر من موضوع، لولا يعني خوف النظام الحاكم أو الشلة الحاكمة في أسماء من قرار اليونسكو الذي يحرم هدم المباني التاريخية المحمية هذه. ومدينة مسوى لم تسجل في اليونسكو لكن محمية مثلها مثل المباني التاريخية في اليمن والسعودية في كل دول الخليج. يعني هناك مباني لا يستطيع أحد أن يغير معالمها. فلذلك هو ابتدأ أن يبني في طوالوت وهدم المباني الغير تاريخية موجودة في الأطراف كلها. يعني في مسوع طبعا من الشاطئ من سينما يعني اللي كانت موجودة في مسوع، سينما عائدة، هدم كل البيوت اللي كانت على شاطئ البحر، بيت سكيرة، بيت عنتبلي، بيت سايق، كل هذه البيوت اللي كانت في الأطراف عن ذكرى تأديها أبادا، لكن في الوسط لا يستطيع. هذه المباني طبعا يعني قديمة قدم التاريخ الأوروبي، بعدها 900 عاما مساجد تاريخية جدا. زمن العثمانيين بنيت، في زمن يعني اليونان لما اجوا قبلها، يعني هذه مساجد يعني من دخول الاسلام موجوده هناك. هو يتاذى من هذا المذهب، فلذلك يعني تركها هكذا لانه لا يستطيع. هنا عندما عملنا مبادره هنا، او يعني كثير من الذين عملوا مبادره ودعوا مجموعه من الذين يعني ايديولوجيين الذين قاموا باعمار وصيانه مدينه صنعاء اليمن، ولهم علاقة وطيدة جدا باليونسكو. أنا رافقت أحد الصحفيين الذين هو كان مهتم أيضا بترميم مدينة مسوى، ومن أصدقاء الثورة الإريترية، هو كان صديق الجبهة الشعبية. فمكثت في مدينة مسوى وصور كل المدن المباني الموجودة هناك الأثرية، وعمل ملف متكامل جدا وقدمه لهذه المجموعة الألمانية اللي هي من المهندسين الفرنسيين واللي لهم علاقة، وهم طلبوا منها أن يسافروا ومولوا يعني سفروا إلى إريتريا وإقامته، وعاد لهذا الملف وأنا رافقته. بعد ما أكملوا قالوا قبل أن نقدم الطلب من اليونسكو لمساعدتنا لتحمل كل تكاليف الترميم، علينا أن نحصل على موافقة الحكومة الإريترية. وقتها كان الجنرال رمضان أولياء حاكم مدينة أسمرة، هو كان المعني في هذا القضية، ومعه خبراء أيضا من الذين كانوا يجتهدون أيضا لتقديم أسمرة، ملف أسمرة لمنظمة اليونسكو لإدماجها ضمن المدينة المحمية، مدينة الآثار. ونحن يعني الملف هذا سبق وأرسل لأسمرة قبل إنجاز ملف مسوع، تم إرساله إلى أسمرة قبل إنجاز الملفات لمدينة أسمرة وتسفيرها بالإدارة. وبعد 3 أسابيع حصلت اللجنة الألمانية اللي كانت يعني جاهزة لترميم مدينة مسوع، الرد أتى قالوا نحن الأولوية بالنسبة ستكون لأسمرة،
وسننظر فيما بعد. الآن طبعا 10 سنوات تم تسجيل مدينة أسمر، ماذا تم فيه؟ هؤلاء الناس ناس عواطل. أنا كنت سأفرح لو يعني نفذوا برنامج اليونسكو الآن وعمروا مدينة أسمر، كنا حنقول فعلا هو ذلك، يعني هو جزء لا يتجزأ، يعني طالما أسمر هي جزء من إريتريا كنا حنفرح. لا يعمر أسمر، وقاصدين أيضا من عدم تقديم ملف مسوع، لأنهم لا يريدوا أن ترمم. إذا رممت بالنسبة له حيكون كارثة، حيكون مناقض لما هو ينادي به، لأن يقول هذه البلد لا علاقة بالإسلام لها ولا بالمسلمين، هي بلد مسيحية وستظل هكذا. فلذلك الآن طبعا حتى لا بشيء بعد البعث ويتهم بعد البعث، أنا أقول الإشكالية الآن أحد المحللين الإيروبيين البارعين يعني لخص القضية، قال بكرة أنا الآن لو أريد أن أغادي أحد بسبب أقول يعني هذا من حقي أن أرفع قضية، منعني من ترميم بيت، هذا أملاك، مصادرة الأملاك هذه في كل العالم، وأنت حتى لو أنت في جبال الهيمالايا تقدر ترفع قضية تقول هذا يعني هذه الحكومة منعتني من حقوقي، هذا أرجو وأثبت يعني بالوثائق، لأن هذا أنا أبا عن جدا، ونحن يعني من السكان الأصليين في إريتريا، هذه الحكومة تمنع على أساس أنا يعني استعيد أملاكي، أرفع منكم قضية. لكن ستجد أنت ما رفعت القضية بسياسة ورقة أو بالتكنيك، ستجد لأنه هو فعلا يعني مرتب الأمور، ستصطدم بأخوك قريبا ابن بلدك بكل هذه الجرائم اللي ترتكب الآن. هو طبعا يوزع التعليمات بالتلفون أو بالشفرة المعروفة هناك، يقول لك يا أخي أقتل هذا يقتل. لم يحصل أن سياسة ورقة وقع ورقة على أساس تأمر باعتقال شخص أو قتل الشخص أو مثلا يعني عدم منع مدينة مسوع من التمويل، لا باعتباره هو يتفرج، لكن له أزرق. وللأسف الشديد إخواننا هنالك جزء من هذه الأزرق يدمعون هذا النظام ويدافعون عنه. يعني إخواننا الناطقين من اللغة الإنجليزية لا يكتبون اللغة العربية الآن، كل من يدافع عن هذا النظام اللغة هم إخواننا، يعرف المظالم الواقعة في أهله وفي بل هو قريته ذاته، مع ذلك لكن هو من أجل أن يعيش يلمع هذا النظام ويكتب عن المستحيل، على أساس يقول لك الآن بالأمس القريب قبل أن أختم هذه الحلقة يعني أود أن أشير إلى نقطة هامة جدا. الإشكالية نحن أن الذين يدعون بأنهم معارضين لا زالوا لم يتفقوا في نقطة واحدة، اللي هي طبعا هذا النظام غير شرعي، بل هنالك من يؤمن في إصلاح هذا النظام. هذا الخطأ. رقم اثنين طبعا بالأمس القريب الآن الإعلام العربي أراه طبعا في المنشطات كبيرة جدا وضع اسم توغو وإريتريا بأنه هي رفضت الدولتين المفيدتين في العالم أو في أفريقيا ترفض استقلال الدولة الفلسطينية. الآن طبعا في هناك يعني لوم يقع على الشعب الإريتري، يقول هذول باكلين الجميل لهؤلاء الناس الفلسطينيين، وقفوا معهم يدربوهم وقدموا لهم الدعم وكل حاجة، هم الآن يعني أين هذا الشعب الذي يتحدثون؟ هذا القضاء الإعلام الموجود طبعا، هؤلاء لا يفقهون ما يحدث في إريتريا، وكله يعني مصيبة. يعني زي سياسة ورقة اختلف مع إثيوبيا، يعني يقول الشعب الإريتري اختلف مع إثيوبيا، إذا هو تصالح مع البرهان يقول الشعب الإريتري تصالح مع السودان. أنا أفتكر أن الوعي يستدعي الآن لنذكر الحقيقة، وسأختم بهذه الكلمات. يعني الشخص الذي خان شعبه لا يمكن أن يكون وفي للشعب الفلسطيني. وأنا لا أستغرب عندما يعني الآن في الأمم المتحدة وزير الخارجية أعلن بأنه لا يوافق، قال هذا يعني ما المبررات كلها يعني بالنسبة أولا هو غير شرعي ولا يمثل الشعب الأمريكي. لماذا المعارضة تتردد في قول هذه الحقيقة؟
هؤلاء الناس لا يمثلون الشعب الإريتري، فلذلك بسبب يعني هم إذا اختلفوا لا يعني أن الشعب الإريتري مختلف. 99% الآن من دول العالم كلها بما فيها الأوروبية والمظاهرات الموجودة في أمريكا كلهم يطالبون بدولتين في فلسطين، في فلسطين وفي إسرائيل. هو يعني بيت القصيد لحل كل المشاكل الموجودة بالنسبة لحل مشكلة فلسطين لابد أن تقام دولة فلسطينية معترف بها الدولة، والآن 95% اعترف. أنا لا أستغرب عندما الآن سياسة فورد يوعز لوزيره على أساس يقول يعني يغف ضد ذلك، يعني خالف تعرف. العالم عندما أدان الغزو الروسي لأوكرانيا، إريتريا وقفت، يعني كان وقفها 5 يعني دول من بينهم إريتريا. إريتريا من الدولة الأفريقية الوحيدة اللي وقفت مع بوتين في غزوه لأوكرانيا. وما المانع الآن أن يقف مع أمريكا، لأنه هي طبعا يعني الدولة الوحيدة الآن اللي تعارض إقامة دولة فلسطين، وإن كانت تتلاعب بالشعارات، إنما طبعا الآن هو يريد أن يتقرب إلى أمريكا بهذا ما عنده مشكلة. لكن أنا أنصح يعني الصحفيين العرب أن لا يقتلوا الشعب الإريتري في قضايا أساسا لا جمل لهم فيها ولا لا. الشعب الإريتري طبعا هو ضد كل، يعني نحن نادلنا من أجل حق تقرير المسير، وندعم أيضا الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير مصيره، دون أن نلقي الآخر ودون أن نتهجم الآخر ودون أن نعادي آخر. هذا لا يعني بأننا نعادي آه، إسرائيل أو يعني نطالب برميها في البحر، بالعكس. نحن نقول هذا حق مشروع بالنسبة للشعب الفلسطيني أن تكون له دولة قائمة لفك الاشتباك ولإنهاء الصراع الدام الموجود في المنطقة. وطبعا الخيار الموجود الآن عالميا النقاش فيه واضح جدا بكل وضوح، تكون دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل قائمة بذاتها، وبعد كده يعني تنتهي كل المشاكل التي بدأت من 48 إلى يومنا هذا 75 عاما في صراع. لكن الآن قدم إذا مثلا الكفر أصبحت راجحة للفلسطينيين سيتراجع السياسي ويقول أنا مع الفلسطينيين. هذا طبعا يعني لا يعتمد عليه، هو رجل زئلقي لا يمكن أن تعتمد على موقفه اليوم مع السودان، وهو بذلك بهذا التسريح الآن يكون خسر كل ما بناه الآن من علاقات مع السعودية مع مصر مع كل، لأنه لا يعني يقبل كل شيء لكن لا يقبل ذلك. هم الآن يدافعونه في الواجهة في سبيل حل قطر والسعودية ومصر، كل هذه الدول الآن تريد أن تسعى لإيجاد دولة فلسطينية عشان ينتهوا من هذه المشكلة. والآن يعني بوقوفه هو مع توغو، أنا لا أعرف توغو هذا ما وزنها، إنما طبعا الآن هو يريد أن يتقرب. لابد هو الآن أن يثبت لأمريكا هو صادق في أنه هو يريد أن يعني يصلح علاقاته مع أمريكا. لابد أن يقدم القربان، يعني يقول أنا الآن وقفت مع إسرائيل، يعني أنا لإرضاء أمريكا هو وقف الآن مع إسرائيل مع نتنياهو، وليس حبا في شعب إسرائيل. وما قاله طبعا في إسرائيل محفوظ أيضا، ما كان يقولها على الأمريكان محفوظ أيضا كله في الدوكيومنتيشن بتاع الأمريكان. لذلك أنا اليوم أختم هذه القضية. طال الزمن أن قال أن سكانها النساء سيعودوا إلى، طال الزمن أن قصر كل هذه المباني الموجودة المحفوظة تاريخيا سترمم. أيام السياسة أفورت ونظامه أصبحت محدودة. علينا أن لا نقطع الأمل، علينا أن لا نشيطن بعدنا البعد، علينا أن نفهم التاريخ أولا، لأنه محاربته لمسوع ليس يعني حبا للآخرين، إنما هو يريد إنهاء الإسلام. لهذا أنا أرجو أن يفهموا إخواننا الذين يتحسسون من سماع كلمة مسوع والدفاع عن مدينة مسوع. أنا لا أدافع عن مدينة مسوع كمدينة أو أنها مسقط رأسي، أنا أدافع طبعا عن مبادئ. هذا الرجل عندما قال لا توجد حاجة اسمها عسب مسوع هو يقصد لا يوجد أي حاجة اسمها إسلام ولا مسلمين في هذه المدينة. لذلك هذا يعم يعني لا يعنينا نحن وحدنا في مدينة مسوع، إنما يعني كل المسلمين في إريتريا وعددهم كما قلت هم الأغلبية في داخل. بهذا أختم هذه الحلقة، وحتى نلقاكم في حلقات قادمة. استودعكم الله وزملائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.